السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أرحب بكم مع هذا الموسم الرمضاني من برنامج فتاوى على الهواء، الذي نستقبل فيه تساؤلاتكم واستفساراتكم على الهواء مباشرة عبر الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة تباعا صحبة ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس. حياكم الله شيخنا. أهلا وسهلا بكم. رمضانكم مبارك إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير. لو قبل أن نبدأ في الإجابة عن الأسئلة واستقبال الاتصالات، لو تقدمون بكلمة عن هذا الشهر وعن مقاصده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها السادة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد فأنا أبتدئ هذه الحلقة الجديدة في هذا العام الجديد، فأهنئ الشعب الليبي والشعوب الإسلامية بأكملها في بداية هذا الشهر المبارك، جعله الله شهر خير وبركة بعونه تعالى. نعم. نعم. طيب شيخنا، إن كانت لكم كلمة يعني عن فضيلة هذا الشهر وأهمية اغتنام الأوقات فيه. نعم، لا شك في ذلك، لأننا نعرف أن الله سبحانه وتعالى قد جعل من الأيام أياما مباركات، وكما جعل يعني مسألة بعض الأزمنة، نعم، أو ساعات مباركة. ولذلك نعم، من ضمن هذه الأزمنة التي جعلها مباركة والعمل فيها يضاعف هي قضية الصوم. ولذلك جاء في الحديث الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام قوله صلى الله عليه وسلم: يعني كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولما يعني نسبه الله سبحانه وتعالى إلى المولى عز وجل، معنى ذلك أن الإجزاء لا يكون متوقعا من قبل البشر أكثر مما يتصوروا. فلما كان الأعمال الأخرى كلها منسوبة إلى بني آدم، ويجزي الله سبحانه وتعالى على حسب أصحابها إلا مسألة الصوم، إنه نسبه له سبحانه وتعالى، ولذلك الجزاء سيكون على حسب من له هذا العمل. فيعني لا يتصور الإنسان يعني مع مسألة العمل الذي هو لله سبحانه وتعالى وسيجزي عليه سبحانه وتعالى، لا يتصور الإنسان كيف يكون هذا الجزاء، إنه بحسب من له العمل وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. طيب شيخنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر العبادات. بعض الإخوة يسأل شيخنا عن السؤال الذي يتكرر دائما في كل رمضان وقبل رمضان بقليل على من أدركه هذا الشهر، على من أدركه هذا الشهر وعليه أيام لم يقضها من صيام رمضان الماضي. قطع الصوت. شيخنا، هل تستمعون إلينا الآن؟ شيخ؟ شيخ؟ نعم. طيب شيخنا، هل تسمعون بشكل جيد الآن شيخ؟
يبدو أن انقطع الاتصال. نعم انقطع الاتصال إذن. طيب انقطع الاتصال شيخنا إذن، لعلنا نعم طيب ريثما يصلحون الخلل إن شاء الله. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم معنا الاتصال. طيب إذن مضطرين نذهب إلى فاصل ومن ثم نواصل إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ومن ثم نواصل، فابقوا معنا. هذه المدينة عريقة التاريخ، ضاربة بجذورها التاريخية والعلمية في عمق التاريخ. سكان هذه المنطقة يعني علاقتهم علاقة الأرض. قصر قديم جدا له تاريخ. العلم شواهد وأعلام يأتيكم في رمضان في الأوقات التالية. رمضانكم مبارك. شهر رمضان فرصة مهمة لإعادة ترتيب عاداتنا الصحية وتصحيح الكثير من الأخطاء الغذائية التي نمارسها في شهر رمضان. كيف يصوم أصحاب الأمراض المزمنة دون مضاعفات، ومن لا يستطيع الصيام طبيا؟ مع الدكتور عبد القادر المصري في موسمه الثامن، يأتيكم في الأوقات التالية. وما كان من شهيد سليمان الفيتوري إلا أن هب بنادي الجهاد وأخذ معه ابنه، وقد كتب الله عز وجل لهما الشهادة. هذا المكان استودعت فيه نصرات دينها، والله ما نقدر نعطيه. وقام الحفظ في مساجد مثل مسجد الحدادة ومثل مسجد بغوضة. قصة كتاب وثائقي يأتيكم كل جمعة في رمضان. معكم أنا الدكتور محمود الصاطي في حلقة جديدة من برنامجكم نصيحة مع طبيب الصغار. أعطاء الطفل الخضروات والفواكه الغنية بالألياف. اتبعي إجراءات السلامة والأمان التالية: التهاب المسالك البولية عند الأطفال. لو طفلك سخن ننصحك بالتالي: المضاد الحيوي مش دواء صحي. في حلقة أخرى ونصيحة أخرى من برنامجكم نصيحة مع طبيب الصغار، ودمتم بصحة وسلامة وعافية. نصيحة من طبيب الصغار يأتيكم يوميا في رمضان في الأوقات التالية. في رمضان الوقت يحلى لما يكون مع سويعة. حبوا التحدي والأسئلة. في فقرة فكر واربح شاركوا معنا وتفوزوا بجوائز قيمة. لمسة سويعة تزين سفرة رمضان، وفقرة دينية تقربنا لرمضان أكثر. نصايح صحية تهم كل بيت ليبي. برنامج سويعة معاكم طول شهر رمضان على شاشة ليبيا الأحرار. سويعة يأتيكم يوميا عدا الجمعة في رمضان في الأوقات التالية. فمن شهد منكم الشهر فليصم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. اللهم اجعل قلوبنا منيرة بالعدل. اللهم املأ أيامنا بذرات خير ترفع درجاتنا عندك. اللهم واعف عنا واغفر لنا كل ذنوبنا.
وامحو عنا خطايانا يا عظيم الرجاء. أنوار الآي يأتيكم قريبا في رمضان. هذا يا سيدي بن سيد حكايتنا اليوم على هنية بشرد عزوزتها، وكانت تكمت فيها في قليبها. عاد تعودوا على برنية، كان ما عندكش مانع نجيكم من الباب ونخطبك، والحوش اللي تخشه تفلقى نصيب. شاف بنت جارهم مفتاح واخبار الزنقة كلها عندها، وانها بتاخد عدنان هدي كفة، وتو ندير حاجة ناكلها اليوم. إيه عرفتك وما خفتش منك، كان معقب ورد وما فيش وريت إلا أنا وانت. هذا يا سيدي بن سيد. قالوا ناس زمان في موسمه الخامس يأتيكم يوميا على المائدة. كيف تضيف قيمة لمجتمعك؟ نحن أحيانا نجيب وجه عبوس، خشوا في الشارع تلقى كل واحد وكأنه شايل هموم الدنيا كلها. لا ابتسم والقى اخاك بوجه طلق. نحن عندنا طبع ان اي واحد يطرح موضوع يقدر يطرح موضوع ويغير الجلسه من هي غيبه وفارغه الى ان تكون مليانه بالخير والهناء. ما هي دوافعنا؟ هذه الدوافع نحن نرسمها من خلال ما رايناه من الحبيب صلى الله عليه وسلم وتربيته للصحابه رضوان الله عليهم والتابعين والتابع التابعين، وشفنا قمم عظيمه في تاريخنا الاسلامي. خذهم قدوه. يعني معقول ان جهاز صغير حجمه صغير جدا يتحكم في وقتي؟ إذا تحكم في وقتي تحكم في حياتي. صيد الخاطر يأتيكم يوميا في الأوقات التالية. من يركض أسرع يحب أكثر. هيا! عند ذهابك إلى اجتماع السيد عثمان فلتكوني عينا لي هناك. سنعطي ولكني نأخذ. وما الذي سنأخذه؟ سنقوم بأخذ فتاة. لدى السيد عثمان بنت عزبة. كيف تعرفت عليه؟ من ابتسامتك تلك. كل شيء ينسى ولكن الشباب لا. من يعرف من منذ أن كان شابا؟ أنت البيزنطية التي تعرف قبيلة الكاي. أريدك أن تكوني بجانبي. لو قدرهما واحد فحتما سيتقاطع طريقهما. كل شيء سيد أرهان وعلاء الدين. أنا وين علاء الدين؟ لديك القدرة سيد عثمان، فلتدخل تحت سيادتي ولنجعل العالم يرتجف سويا. طالما أنك تحت قدمي فلن يرتجف غير قلبك أنت. عثمان يأتيكم في الأوقات التالية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم من جديد. شيخنا، كنت سألتكم قبل أن ينقطع الاتصال عن مسألة يكثر السؤال عنها في شهر رمضان، وهو من أدركه رمضان وعليه أيام لم يقضها من رمضان الماضي. نعم، بالنسبة لمن عليه أيام من رمضان ودخل عليه رمضان الآخر، نعم هكذا قال الفقهاء: القضاء لا بد منه، ولو مرت عليه سنوات لا بد من أن يقضي هذه الأيام. لكن المالكية زادوا عليه مسألة، وهي قضية أن يدفع فدية، يدفع كفارة صغرى، وهي نصف فترة. إذا كان الفترة 8 دنانير معناها سيدفع إلى فقير أو مسكين 4 دنانير وهكذا. نعم. طيب شيخنا، نستأذنك نأخذ بعض الاتصالات. معنا الأخ أحمد من الزاوية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير ورمضانكم سعيد وكل سنة وانتم طيبين إن شاء الله. حياكم الله وأنت بخير، تفضل. سؤالي يا شيخ، بنسأل على واحد شرب قبل الأذان الثاني ب5 دقائق، والسؤال الثاني لا السؤال الأول شنو؟ ما سمعتش بشكل جيد. واحد شرب قبل الأذان الثاني ب5 دقائق،
أها طيب السؤال الثاني. شرب ماء. السؤال الثاني واحد حلف باليمين وحلف دون أن يقصد الحلف بالطلاق. حلف بيمين. ما حكم الشرع في ذلك؟ نعم. حلف باليمين. نعم قال علي اليمين من لا نفعل كذا وكذا ومن بعد ذلك فعلها، فهل هذا يعتبر طلاق أم لا؟ هذا هو السؤال. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. طيب شيخنا لعلنا نجيب عن سؤال الأخ أحمد. من شرب قبل أذان الفجر الثاني ب5 دقائق هل يلزمه شيء؟ والله أرجو أن لا يلزمه شيء، لأن اللي يبدو والله أعلم أن ما زال الوقت لم يبتدئ بعد الصوم. نعم قبل الأذان يعني لم يدخل وقت الفجر الصادق الذي يجب فيه الإمساك، الأذان الثاني هو هذا. لكن يجب أن يأخذ الإنسان الاحتياط، لأن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ الصيام قبل الوقت بما يقارب يعني ما يتلو فيه القارئ يعني 50 دقيقة. نعم 50 آية يعني 50 آية عفوا. نعم. طيب معنا شكري من صبرات. السلام عليكم. ورحمة الله. تفضل يا أخ شكري. لا أخ شكري الصوت فيه تقطع مش واضح عندي. قطع الاتصال به. طيب شيخنا سؤال الأخ أحمد من الثاني يسأل عن من حلف باليمين، قال علي اليمين لن أفعل كذا ثم فعل، ما حكم ذلك؟ يعني لم يحنث اللي فهمت من كلامه. لا فعل، قال لا أفعل كذا ثم فعل. يعني خالف ما فعل عليه. نعم. هذه بالنسبة لليمين في عرف الليبيين نعم هو طلاق. فإذا كان هذا أول مرة يحلف بهذه الكلمة نعم يرجع زوجته، ترجع إلى عصمته ولا شيء عليه. أما إذا كان سبقت له أيمان أخرى ما قال في السؤال هذا. نعم. نعم. طيب لكن شيخنا إذا كان الحالف لم يستحضر حين قوله عليه اليمين مثلا هذا العرف، وإنما استحضر نية أخرى يعني فنوى أنه يمين بالله أو غير ذلك، هل يلزمه هذا العرف رغم أنه لم يستحضره ولم ينوه؟ إذا كان ليس من البلاد الليبية ولم يعش معنا في هذا نعم لا شيء عليه ولا يلزمه شيء. لكن إذا كان هو ممن يسكن البلاد الليبية وقد يعني تطبع بطباع أهلها فهذا اليمين هو طلاق. نعم. الله أعلم. بسمة من بني وليد. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي يا أخت بسمة. نبي نسأل يا شيخ، أنا دارت إني نصيم شهرين كاني شفيت، وبعدها شفيت الحق وما قدرتش نصيم لي تو سنة ونفكر فيه وخلاص شن ندير وشن. أنت ما عندكش قدرة على الصيام الآن ولا شنو؟ لا عندي، لكن وين دخل علينا رمضان أنا نبني ضمير وقلت ما صمتين. وانت الشهرين نويتيهن متتابعات ولا مش متتابعات شهرين وخلاص؟ لا مش متتابعات، شهرين وخلاص. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. عبد المعز من الخمس. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخ عبد المعز. مبارك إن شاء الله يا شيخ. نسألك أنا كل ما نتوضأ عندي حشاك خشمي دم ديما كل ما نتوضأ. ما عادش عرفت شو ندير يعني الحكم من الصلاة. يعني إذا أنت استنشقت يخرج منك الدم ضروري ديما كذا 5 صلوات 3 في الوضوء هذا دم ضروري. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. إن شاء الله.
طيب شيخنا، قبل أن نأخذ بسمة، أصيل من غريان، السلام عليكم. تفضل يا أخ أصيل. أخ أصيل أنت على الهواء، تفضل سؤالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخ أصيل، نسمع فيك. والله بنسأل على السواك، هل يفطر أو لا؟ السواك تسمع الإجابة إن شاء الله. طيب شيخنا، أخت بسمة من بني وليد تقول: نذرت أن تصوم شهرين إذا هي شفيت من مرض، فلما شفيت تكاسلت عن صيام هذين الشهرين، فتسأل عن حكم ذلك. يعني قالت من 2 الآن ولم تصم هذين الشهرين. النذر يعني حكم وجوب التنفيذ. المفروض أن تأتي بالشهرين اللتين نذرت صيامهما. هذه واضحة. نعم. لكن التكاسل هذا ما لم يكن لعذر، لمرض مثلا، فيعني تستمر في حتى الآن، حتى بعد رمضان. لكن يجب ألا يعني تصبر أو تمكث مقتا وما بدون صيام. هذا الأصل. نعم. وهي لما قالت شهرين، هل يلزمها أن تصوم شهرين يعني بمعنى متتابعات أو كل شهر؟ لا والله، يعني 60 يوم تفرقها كيفما اتفق يعني. هي اللي فهمناها من كلامها، يعني لا يشترط التتابع، لأنها لم تنذر شهرين متتابعين، وإنما ذكرت شهرين فقط، فيجوز التفريق كذلك. نعم. نعم. طيب مسعودة من ترهونة، السلام عليكم. مسعود من ترهونة، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياكم الله يا أخ مسعود. يا الشيخ. وعليكم السلام. الصوت فيه تقطع يا مسعود، تفضل بسؤالك. قلت لك عندي جداي مريضة. عندك ماذا؟ عندي جداي مريضة. جداك مريضة. جيت عاين الدكتور، قالوا لها ما تقدريش تصيمي رمضان. الدكتور قال لها ما تقدريش تصيمي. فطرت. طيب واضح السؤال. تسأل ماذا عليها الآن؟ المقصود لك انها تصيم تو فطرت، ما عندهاش قدرة انها تردها. واضح. تسمع الإجابة إن شاء الله. طيب شيخنا عبد المعز من الخمس يسأل: عند مشكلة في أنفه، كلما توضأ فاستنشق واستنثر خرج من أنفه دم، فما الذي يجب عليه، وهل تصح صلواته بمثل هذا الوضوء؟ نعم تصح، لا إشكال في ذلك. لكن إذا كان هو من ناحية طبية يعني أثر عليه وقد حكم بذلك الأطباء، فيجب يترك الاستنشاق أو الاستنثار، يتركها. نعم. يجيب المضمضة، ثم بعد ذلك نعم يكمل بقية وضوءه. نعم. يعني الأمر فيها خفيف، لأنها أيضا ليست من فرائض الوضوء يعني. نعم. تماما. طيب عبد الله من المرج، السلام عليكم. انقطع. آمنة من طرابلس، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي أخت آمنة. ألو. تفضلي يا أخت آمنة، نسمعك. وعليكم السلام. لو سمحت، أنا عندي أمي مريضة قلب ومريضة أعصاب ومريضة سكر. قلت لك أنا عندي أمي مريضة قلب وأعصاب وسكر. ولا تستطيع الصيام. ودكتور السكر قالها صيمي، قالها افطري يعني مش صيمي، وهي ما تقدرش. عرفت قالوا لها ان تعطي لكل يوم، قالوا لها تعطي لكل يوم انك انت الطيب لمسكين، وهي ما تقدرش تطيب.
قالت نبي نعطي فلوس، يعني قديش نعطي على كل يوم؟ نعطيهم كل يوم ويومه ولا نهاية الشهر نجملهم؟ تسمع الإجابة. واضح. طيب شيخنا، أصيل من غريان يسأل عن حكم السواك في رمضان، هل هو مفطر؟ لا ليس مفطرا إلا إذا تحلل منه شيء وكان أخضر، تحلل منه شيء فدخل المعدة عن طريق الحلق، هذا فيه القضاء، وإلا فلا شيء عليه. إذا كان تأكد ما لم يدخل شيء إلى معدته لا شيء عليه. نعم. أحمد من ورشفانة، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل يا أخ أحمد. والله نبي نسألك، كانك أنت صايم وتقرعت، كنت فاطر ولا صايم؟ الصوت مش واضح عندي يا أخ أحمد. طيب، مسعود بن ترهونة شيخنا يسأل، يقول عنده جدة مريضة والطبيب قال لها لا تستطيعين الصيام، فهي تفطر ولا تستطيع القضاء، فما الذي يجب عليها؟ وهذا يعني مشابه لسؤال الأخت آمنة من طرابلس أيضا، أن أمها مريضة أعصاب وقلب وسكر ولا تستطيع الصيام. هي المسألة هذه ترجع إلى الأطباء. إذا كان قرر يعني أكثر من طبيبين على الأقل، نعم، موثوق بهما، قرروا عدم صيامها فلا تصوموا، نعم، لا إشكال في ذلك، هذه مسألة طبية. نعم. طيب، ما الذي يجب عليهم بعد ذلك، أو ما الذي يشرع في حقهم وهم لا يستطيعون القضاء؟ أما عند المالكية فيجب الإطعام ندبا مستحبا وليس واجبا. طيب، الأخت آمنة سئلت، قالت أن والدتها قالوا لها أنك أنت تطعمين عن كل يوم، يعني تطبخين أكلا وتطعمين به أحد المساكين، فقالت إن هي والدتها لا قدرة لها على الطبخ، فقالت تخرج القيمة بدل ذلك، فهل يجوز لها أن تخرج القيمة؟ وإذا أرادت أن تخرج القيمة هل تعطي على كل رمضان مرة واحدة ولا كل يوم بيوم تعطي فقيرا أو مسكينا؟ لا، كل يوم تطعم مد عن كل يوم طول رمضان. نعم، لكن عند المالكية هذا مندوب ندبا وليس واجبا. أيوة. وإذا أرادت أن تخرج القيمة ذكرتم أنه يجوز لها أن تخرج نصف زكاة الفطر. أيوة تماما. لكن هل يمكن أن تعطيها في آخر رمضان أو بدايته أو في منتصفه، ولا ما فيش مشكلة؟ ولا يجوز؟ نعم، يمكن أن تعطيها بعد نهاية رمضان، ويمكن أن تعطيها بعد كل يوم بيومه. نعم. كل جائز هذا. نعم. طيب، أحد أو إحدى الأخوات تسأل، عندها مشكلة الغدة الدرقية، فتسأل عن حكم أخذ الدواء الموصوف لها بلعا دون ماء، يعني تبلعها من دون ماء، هل هذا يعتبر من المفطرات أم لا؟ الذي أعرفه في المذهب أن بلعها بدون ماء مفطر، فإذا أخذته وقت الصيام معنى ذلك أنها أفطرت، ولا بأس أن تفطر إذا كانت الأطباء قالوا إن دواءها ضروري أخذه، فلا لا 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 بأس أن تأخذ دواءها، لكن البلع نفسه مفطر. نعم. نعم، يعني لها أن تأخذ هذا إذا اضطرت إليه، وإن استطاعت أن تؤخره يعني للإفطار أو قبل في السحور أفضل، وإلا فهي مفطرة إذا أخذته وقت الإفطار. هو ذاك. نعم. نعم. طيب، أم أشرف من بدر، السلام عليكم. هو ذاك. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي أخت أم أشرف. والله بالنسبة يا شيخ، عندي الدورة جايبة لي 22 يوم. ألو؟ 22 يوم. جايبة 22 يوم، ونبي نسأل الشيخ إن منع عادي نصيم ولا لا؟ قاعد ينزل معي شوية هيك. أنت تسألين عن دم الحيض صح؟ استمر معك 22 يوم حتى أنا. إيه. وهو يعني أصله عادة، يعني
أنت أنجبتي دم النفاس إذن؟ ايه دم النفاس. إيه. هو مستمر معك؟ ايه مستمر معي. نعم، تسمع الإجابة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. طيب شيخنا نجيبها عن سؤالها. أم أشرف عندها يعني ولدت واستمر معها الدم منذ 20 يوما، يعني ولدت، فهل لها أن تصوم أو يجب عليها الصوم أو لا يجب عليها ذلك؟ إذا انقطع نعم يجب عليها الصوم. لا، هي قالت ما زال مستمر. إذا يعني انتهى ما دام مستمر. ما زال مستمرا. نعم. ما زال مستمرا لا صيام عليها. مشهور المذهب بمذهب مالك أنه 60 يوما. نعم. طيب شيخنا، يعني إذا استمر معها إلى 60 يوم بعد ذلك تصوم وتصلي لأنه دم علة وفساد، وإلا فإن استمر هذه الأيام لا يجب عليها الصيام، بل يحرم في حقها، يمنع أن تصوم الحائض والنفساء. هو ذاك. نعم تماما. طيب أم قصي شيخنا تقول هل يجوز أن أصلي صلاة المغرب مثلا بصوت جهوري لكنه خافت ليس عاليا، يعني كأنها تسمع نفسها، هل يجوز لها ذلك أم لا؟ نعم هو ذاك. هذا هو الحكم في صوت النساء في الصلاة، أن تسمع نفسها. نعم. نعم. طيب الأخ معنا اتصال، الأخ محمد من طرابلس. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل يا أخ محمد. أنا زرع قرنية عين في زرع قرنية، والقرنية هذه تدير 6 قطرات، الدواء ما نقدرش نسيب. دواء يعني تتناوله، مش قطرة في العين؟ لا قطرة في العين، قطرة في العين لكن الطعم فيه فرقت. طيب قطرة في العين بس، هذا اللي أنت مضطر تاخذه أيام الصيام؟ إيه. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. هذا سؤالك، يعني هل هذه القطرة مفطرة أم لا؟ إيه. طيب معنا يوسف من طرابلس. السلام عليكم. السلام عليكم، شنو حالك يا شيخ؟ طيب. وعليكم السلام، حياكم الله أخي يوسف، تفضل. بارك الله. أنا نبي بالله استفسار. أنا مرة مشيت لتونس، لكن اليوم الثاني زي ما تقول السنة اللي فاتت هي وأنا جاي رمضان، إحنا غير مش مع تونس، هو أنا جاي هم الاثنين وإحنا الثلاث، كان كنتذكر فيها مش السنة هي اللي قبلها. بعدين لما يوم سألت قال لي لا، قال لي أنت مسافر تفطر. ولما روحت هنا وانا صمنا 30 يوم. بعدين يوم في اللي هيك نسمع في فتاوي نتاع الراديو قال لك لا، مثال انت في دوله كان لازم تصيم، وانا روحت في نفس اليوم اللي قال رمضان. عرفت كيف؟ ولا زبطت مني ولا ما زبطتش واجد؟ خليك معي وحده. انت ذهبت لتونس وابتدأت الصيام هنالك؟ لا، انا مشيت يوم اللي مشيت لتونس يوم الاحد. طيب. ولما وصلت غادي في لا تونس خليك معي بالارقام، يعني مثلا يوم كم هو كان في رمضان اليوم هذا؟ هذا قصدي مش رمضان، بيسموا ليلتها ليلة الأحد في الليل. طيب. قال يوم الاثنين رمضان. طيب جميل. أنت مشيت لتونس يوم الاثنين، كان رمضان في تونس وليس رمضان في ليبيا، هيك قصدك؟ أيوة. وأنت أفطرت لأنك أنت مسافر. يوم الاثنين أنا مسافر يوم الأحد صبح في تونس، قاعد لحد في تونس. فأنت أفطرت بعذر السفر. ايوه افطرت. بعدين رديت لليبيا. جيت في ليبيا احنا الثلاث جاي رمضان. طيب تسمع الإجابة. لكن السؤال بس سؤال واحد يا أخ يوسف قبل أن تكمل السؤال هل أنت أدركك الفجر في ذلك اليوم؟ يعني أنت جيت لتونس قبل ما يعلنوا رمضان ومكثت اليوم اللي بعده اللي هو بداية رمضان. قبل ما يعلنوا. واضح السؤال. واضح السؤال. تسمع الإجابة. أنا ناوي بنروح، عرفت النية بنروح الاثنين الصبح. تسمع الإجابة إن شاء الله. لكن أنت أدركك فجر ذلك اليوم الأول في تونس رمضان، وكان في ليبيا ليس رمضان، فأنت أفطرت وأنت ترجو أن هذا اليوم لا تقضيه لأنك أنت مسافر، كنت في ليبيا لم يكن رمضان، هيك قصدك؟ أعطيك الصحة، بارك الله فيك. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. أيوة. تسمع الإجابة. بشير من الزاوية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وأنتم طيبين إن شاء الله. طيب أخ بشير، تفضل. أنت والدكتور
واخونا اللي استقبل المكالمه وكل المستمعين. حياكم الله. تفضل. يا شيخ، اتمنى من الدكتور حمزه ان ينبه اخوتنا اللي هم عندهم امراض وعندهم اطباء مختصين بهم في الامراض المزمنه والامراض الخطيره، يكلموهم على شيء الاثم والاضرار اللي تنتج على الشخص اللي يعارض راي الطبيب. لما يكون عنده لا سمح الله ورم ويقول له افطر، او عنده كلى ويقول له افطر، وهو يعارض الكلام هذا، وبعدين يخلي الاسره متشرده في رمضان، او مرات يوصل حتى الى الهلاك، مش حتى تزيد الامراض والمصروفات، بل توصل حتى الى الهلاك، الموت يعني في بعض الاحيان. وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير وشكرا. وفيكم بارك الله. عبد السلام من أباري، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله يا أخ عبد السلام، تفضل. حياك الله وأبقاك إن شاء الله، ونبي نشارك في البرنامج إن شاء الله. عندي سؤالين. تفضل. الأول ما حكم تزيين البيوت في شهر رمضان؟ يعني زي مثلا زينة بالإضاءة أو كذا. واضح جدا. السؤال الثاني؟ السؤال الثاني ما حكم يعني الإفطار قبل الأذان؟ يعني إحنا في بعض قوتنا يعني السلف الصالح حفظهم الله ورعاهم، يعني أول ما تغرب الشمس يفطروا يعني. لا هو شوف بداية السؤال مش واضح. أنت تسأل عن من يفطر قبل أذان المغرب. قبل أذان المغرب يعني. تسمع الإجابة أول إن شاء الله. ما تغرب الشمس. واضح. تسمع الإجابة إن شاء الله. عبد السلام من أباري، بارك الله فيك يا أخ عبد السلام، تسمع الإجابة إن شاء الله. طيب شيخنا الأخ محمد من طرابلس يقول زراعة قرنية ويحتاج أن يأخذ قطرة في عينه أوقات الصيام، فهل هذا مفطر أم لا؟ هذه مسألة خلافية. المجمع الفقهي عنده غير مفطرة، هذا الراجح عنده، هذا اللي اعتمدوه في جلسة في المغرب، يعني المغرب الأقصى مراكش. قالوا يعني لا، يعني بالنسبة لقطرة العين لا تأثير لها في الصيام. هذا بالنسبة لرأي المجمع الفقهي. أما المذهب المالكي فإنه يرى أن قطرة العين مفطرة إذا عملها صاحبها في النهار. إذا عملها في النهار ثم بعد ذلك وجد لذتها أو طعمها في نفس النهار، فإن هذا اليوم يعتبر مفطرا وعليه القضاء. نعم. والذي تفتون به يعني على المذهب ولا على أنها مسألة معاصرة ينظر فيها للمجامع؟ نعم. ومن كان يعني صحته جيدة ويجب أن وهو في بلادنا نتبع المذهب المالكي إن شاء الله. نعم. يوسف من طرابلس يسأل يقول ذهب لتونس شيخنا، سمعتم سؤاله، قالوا ليلة رمضان، هم أعلنوا أن رمضان وأنا حضرت هذا اليوم، يعني هو بداية رمضان حضره في تونس، وكانت ليبيا أعلنت متمم فلم يصم، يعني لم يصم الليبيون هذا اليوم. بعدين هو رجع لليبيا قال أنا أفطرت هذا اليوم رغم أنه أدركني رمضان وأنا في تونس، لكنني أفطرت لأنني مسافر. بعد رجع لليبيا وكمل رمضان عادي، فهل يجب عليه قضاء هذا اليوم الذي أفطره في تونس لأنه مسافر، ولا لا يجب عليه باعتبار ليبيا تأخرت يوما؟ لا علاقة له بليبيا. هو المفروض أن يطبق ما عليه التونسيون. يعني يجب عليه قضاء هذا اليوم. حضر أول يوم في تونس وعليه قضاء هذا اليوم. نعم. طيب عبد السلام من أباري يسأل عن حكم تزيين البيوت في شهر رمضان، يعني الاحتفال بشهر رمضان وتزيين البيوت، الفوانيس والأضواء هذه، تنظيف البيت وكذا لاستقبال شهر رمضان، ما حكم ذلك؟ هذا ما سمعنا بشيء في من أحكام الشرعية في مثل هذا الأمر، قضية التزيين. وإنما تزين البيوت بالصلاة وتلاوة القرآن إلى آخره، هذه زينة البيوت.
لكن هل يمكن أن يوصف مثل هذا القول بأنه بدعة، ولا هو متعلق بعادات الناس وليس له تعلق بالبدع؟ والظاهر والله أعلم نعم أنه متعلق بعادات الناس. وهل هو نوع من الإسراف أو لا؟ هذه القضية التي يرجع فيها إلى عادات الناس وأعرافهم. نعم. طيب، حكم الإفطار قبل أذان المغرب؟ يسأل، يقول بعض الشباب يتناول الإفطار يشوف الشمس هيك ويفطر قبل الأذان المغرب. وباهي ما افطرش بعد العصر. نعم. هذا قاعد لعله بعد شوي تحدث له هذه الفكرة، فقبل بعد العصر بشوية يفطر والسلام ختام. هذا صيام من هذا؟ الله المستعان. هذا لا يصلح. وأنا أنصح الشباب الذين يعملون ذلك أن يقلعوا عن هذه العادة الخبيثة. نعم. نعم. بشير من الزاوية يسأل عن حكم من يقول له الطبيب من المرضى كأمراض ذكرها، يعني الأورام أو الكلى أو غيرها، يقول للطبيب أنت لا تستطيع الصوم والصوم يضر بك وقد يكون خطرا على جسمك أو على حياتك. ما حكم أن يعني يعاند الأطباء ويصوم صياما قد يضره يعني إن فعل ذلك؟ لا، هذا يجب أن لا يكون. المفروض في مسألة الأمراض أن يؤخذ بكلام الأطباء. نعم. الأطباء الموثوق بهم يعني. وإذا كان هو يعني من الأمراض الخطيرة وشك في ذلك يجب أن يسأل أكثر من طبيب. نعم. فإذا قال له الأطباء هذا الصوم مضر بك يجب أن يفطر. الله أعلم. نعم. بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خيرا ونفع بكم إن شاء الله. وكما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. نلتقي في حلقة يوم الغد إن شاء الله. حتى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.